عليكم ومرحبا بكم على قناة آخر الأخبار. إن كنت من المشاهدين الجدد، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا. خبر عاجل: استفزاز جديد من فرنسا. وزارة الخارجية تصدر بيانا مهما. أصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم الخميس أكدت فيه أنها أخذت علما بكثير من الاستغراب بالإجراء الذي تم اتخاذه بغية حلول دون وصول أعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المقيدة بالمطار الباريسية بغية التكفل بالحقائب الدبلوماسية. وأكد البيان أنه في أعقاب هذا الإجراء تم استقبال القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية من أجل طلب توضيحات بخصوص هذا الموضوع. كما تواصل بدوره القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا مع المصالح المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية. وقد مكنت المساعي التي تم القيام بها في الجزائر وفي باريس على حد سواء من التأكيد بأن هذا الإجراء قد تم اتخاذه من طرف وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، في انعدام تام لشفافية ودون أي إشعار رسمي، على خلاف ما تقتضيه القواعد الأساسية لممارسة. ويشكل هذا الإجراء مساسا خطيرا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، مثلما أنه يمثل انتهاكا صريحا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما الفقرة 7 من مادتها 27 التي تكرس صراحة حق أي بعثة دبلوماسية في إيفاد أحد أفرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربان الطائرة بالصورة مباشرة. وأمام هذا الوضع، قررت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري، كما تحتفظ الجزائر بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة، وذلك من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية.